فهد هنا يعني كثير من الناس يعني يتكلمون انه طب سعود الصرامي انت اللي قاعد تنتقد الان وتاخذ هذا الاسلوب اللي فيه الكثير من التنظير، يقول والله سعود الصرامي انا ما انظر انا. طيب انا لو انظر كان يعني العمليه. خليني اقول لك شيء بس، خليني اكمل سؤالي بس عشان ما يصير عليك 13 سؤال زي قبل شوي. لما لا سعود الصرامي القضيات اللي حلها الدكتور صالح. طيب خليني اقول لك سعود الصرامي اللي قاعد الان يتكلم عن التعصب ويتكلم انه والله في طرح متعصب، انت بعد في ناس تنظر كثير انه انت طرحك جدا متعصب ويتجاوز التعصب. يتجاوز التعصب الى وين؟ اني مثلا تمنيت فوز الشباب لا انك صرحت انك تذبح 3 حواشي أو أربعة إيه؟ لاني دفعت فلوسها ما يخالف ابو فهد. لا يا حبيبي ابو فهد خليني اقول لك 4 حواشي ولا 10 حواشي، لما يطلع اعلامي بعد كل هالسنوات وكل هالخبره في الصحافه السعوديه وطالع اليوم قاعد يقول لي انه تجاوزنا المساله والنقد والتعصب واشياء من هالقبيل، لما يخرج على موقع انترنت ويقول اذا خسر النادي المنافس ايا كان سواء الهلال او النصر او اي احد ابى اسوي احتفال وباسوي هذا انت ما تشوف انه يأجج التعصب بصراحه؟ يعني خلي ممتاز، هذا سؤال ممتاز، وكنت اتمنى ان يسال في قناه مؤثره وبرنامج مشاهد. لما يحدث لنادي زي النصر كارثه كرويه في العام الماضي ضد مباراه الوصل ويضرب طبيبها امام الناس كلهم ويقف الاعلام المنافس لنادي النصر الهلالي يعني تبيني اقول الهلالي؟ قلت الهلالي. الاعلام الهلالي ويقف مساندا لمن ضرب طبيب النصر ويسانده ويدعمه ويسرب الاخبار كامله. هذا الاعلام اللي رفض انه يدافع عن نادي النصر ويعني يساند هذا النادي اللي كان يلعب بعلم الوطن، اليوم اشوفه مثلا جدا 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 شايل علم ولواء كيف يحدث في مباراة التعاون والنصر هذه المشاكل والحكم المفروض. اوكي رئيس النصر اخطا، ما حد يقول لك ما اخطا والتصرف اللي بدر. استوضح منك شيء، وش دخل الهلال لحظة شوي بس ايش دخل الهلال اللي انت تبغى يعني تقول تذبح حاشي اذا انهزم فيما يكتبه الاعلام؟ اذا كان رئيس نادي الهلال خرج في كل وسائل الاعلام، رئيس النادي الرسمي مو باعلامه، رئيس النادي الرسمي قال انه اذا لم يعني يعاد حق النصر اعتقد انه من العبث مشاركتنا في مثل هذا طيب اوكي انا رئيس نادي طلعت وقلت هذا موقفي موقف نادي، انا ايش دخلني في اعضاء شرف ولا ايش دخلني في صحافه علشان انت تقعد تحاسبني بهالطريقه؟ لحظه وتروح تتكلم عليه بهالطريقه. لحظه، من هو خصم نادي النصر الحقيقي؟ هل هو رئيس الهلال ام اعلام الهلال؟ تتكلم عن اعلام الهلال. خصم انت تتكلم عن الاعلام الان. لا اي بس خصم نادي النصر الحقيقي هو الاعلام. يعني اليوم لو شفت اليوم وامس كل الصحافه المواليه لنادي تتحدث عن الروح الرياضيه وعن المنافسه الشريفه. انا وجهه نظري نعم رئيس نادي النصر اخطا في حادثه مباراه التعاون. انا انسان كرياضي اتكلم لك يعني اعزز المنافسه الشريفه والتعارف بين الشعوب وكذا. انا اقول لك اخطا رئيس النصر، لكن هذه الخطا اللي من رئيس نادي النصر اوكي انت انتقدته في العام الماضي في مباراه الوصل، ما انتقدته بل كنت يعني تعيش الافراح والليالي الملاح. انت تشوف فهذا التعصب الرياضي. انت تشوف انه طرحك موضوعي ولا متعصب؟ انا احارب بنفس السلاح. يعني انت تشوف هذول متعصبين هم تشوفهم متعصبين وتستخدم التعصب. السلاح. هم كانوا يتهمون الامير عبد الرحمن بن سعود بانه متعصب. الان الامير عبد الرحمن بن سعود للسنه السادسه متوفى. لحظه خلينا نكمل. هل تغيرت اللغه؟ القضيه قضيه النصر وليست قضيه الاعلام. ممكن؟ اي تفضل. اما الانتقاد الاول بالنسبه لك، انا طلعت من احد الصحف اليوم، انا اقرا جريده الجزيره مدري رياض. جيد؟ اي نعم. فيعني صراحة طلعت مقال أنا استغربت، يعني يبقى يعني كله ميول رياضية، ولكن ما تصل لمرحلة أن الواحد يعني يتمنى هزيمة فريق سعودي مقابل فريق آخر. هذا من الكلام الموجه لمين؟ هذا للصرامي تعرفه؟ أي نعم تفضل. السؤال الثاني. طيب يقول لا يعني أبي تعليقك له، كيف يقول أنحر 4 من الإبل إذا فاز فريق أصفهان على الهلال؟ طيب هذا السؤال الأول. السؤال الثاني أبي تجاوب عليه رجاء عند الجمهور جميعا، وهل هذا ينافي الوطنية ولا ما ينافيها؟ لا ما ينافي الوطنية. ما ينافي الوطنية كونك تتمنى فريق سعودي ينهزم؟ ما ينافي الوطنية، هذه وجهة نظري يا أخوي. شكرا. وجهة نظرك شكرا. ما ظهر في الشوط الاول، لا بالعكس انا صارت عندي فرص رغم التكتل الدفاعي، الطريقه طريقه ذوبهان بالمعنى الصحيح. الحقيقه سامي يمكن محق في هذه المقارنه، بس موضوع المقارنه غلط.
يمكن إذا في تشابه بين النصر والفريق الإيراني فهو حاجة واحدة، أنه الفريق الإيراني الآن ذاهب للمنافسة على العالمية وقد يصل إلى العالمية كما وصل لها النصر. أنا أحب أعلن عبر الرياضية إن شاء الله في القريب العاجل إدارة نادي النصر بتحتفل ب10 سنوات على العالمية، على وصول نادي النصر لكأس العالم، وإن شاء الله بندعو نجومنا الكبار اللي مثلونا ونكرمهم إن شاء الله، والرجال والإدارات اللي كانت موجودة اللي شاركوا في كأس العالم، اللي شاركوا في كأس العالم الأولى. وبندعي إدارة الأمير فيصل بن عبد الرحمن اللي حققت هذا الإنجاز الكبير للكرة السعودية كأول نادي آسيوي يدخل كأس العالم للأندية. ايش معنى اختيار الوقت هذا؟ أبدا 10 سنوات، 2010 احنا دخلنا 2000. اللاعبين بالنسبة لنادي النصر عدد من الأساليب والحيثيات والاعتبارات حقيقة تجعل من هذه المباراة، لكننا نتمناها كرة قدم. وهنا الآن خلع تبري يحاول جول مبكر لذبآه أصفهان عن طريق محمد غازي، هدف في الدقيقة 3 والدقيقة في الثالثة أمام الشباب السعودي في لقاء عربي خليجي خالص. والآن كرة كاسترو في 4 دقائق ذبآه أصفهان. يا نصر من جديد لمصلحة خيري شاهين، يرسل لك كرة الثالث. نعم هي كرة الثالث، لأن بلا رقابة إيجول كاسترو بلا رقابة وبلا حراسة، وينجح في إنهاء المباراة. انتهت المباراة في الدقيقة 63. البرازيلي ونجم فلامينغو يحاول من خلالها هجوم ذبحان تصبح خطيرة على دفاع النصر. أي كرة تبدو خطيرة، نعم أي كرة تبدو خطيرة. جول رابع لذبآه أصفهان من مسافة بعيدة، مسافة تصل إلى 35 متر. نجح حقيقة اللاعب خيري شاهين يسجل هدف صاروخ لا يصد ولا يرد. حاول في التقدم حسين مع أيضا الظهير الأيمن، هنا الخطأ على حسين مع الظهير الأيمن لاعب سيد محمد حسيني. إعادة خطأ وركلة حرة مباشرة، والبطاقة الصفراء البطاقة الحمراء مباشرة، البطاقة الحمراء مباشرة على حسين عبد الغني. حسين يعني يذهب أيضا بكروح رياضية إلى لاعب الفريق الإيراني ليطمئن على إصابته. هذه إعادة، وهنا الخطأ، يعني الخطأ أنا أرى في بطاقة صفراء. ويأتي طبعا الاستفزاز من حسين عبد الغني. تزامن خروج الهلال من آسيا بإعلان رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي عن احتفالية بمناسبة 10 سنوات على تأهل الفريق النصراوي إلى مونديال الأندية. تعليقك؟ أنا ما يعني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، هذا أمر لا يعنيني، ولكن أنا هذا يمكن ذكرني بشيء من الأشياء اللي قلتها للاعبين، إنه الهلال فريق عظيم. كيف فريق عظيم؟ أنا كنت أدرك إنه الهلال فريق عظيم، ولكن يعني لما صرت رئيس أدركت أكثر. ليش؟ بغض النظر عن الجماهير وعن إنه أكثر فريق بطولات، الهلال الفريق الوحيد أزعم في السعودية اللي إخفاقاته هي إنجازات للآخرين. كيف؟
يعني انا قلت لهم اللاعبين، قلت لهم انتم مثلا تلاقي بعض حط تحت كلمه بعض اكثر من خط، لا اعمم، بعض جماهير الانديه الاخرى تعد بطولاتها، اخذنا ما ادري ايش قبل 10 سنين، واخذنا هذه قبل 5 سنين، واخذنا البطوله هذه قبل 5 سنين، والهلال طلع من الاسيويه، يعني هذه ممكن يعدونها في انجازاتهم ويعتبرونها بطوله من ضمن فالحمد لله رب العالمين اني ارأس نادي واني اشجع نادي واحب نادي اخفاقاته انجازات للاخرين. اتمنى انه ما يجي اليوم اللي يحتفل فيه بخروج الهلال من الاسيويه بعد 10 سنين. طيب طبعا انا اقول يعني الاعلام الرياضي اعلام نزيه دائما ويقدم اراء يعني مفيده للاعلاميين، مكانهم مصالح الكوميديه وليس مكانهم استديوهات التحليليه. يعني اظن بعض الاعلاميين مكانهم مصالح الكوميديه وليس مكانهم استديوهات التحليليه او صله النقد الجاري.